أجرأ 5 إطلالات في مهرجان الجونة. رانيا يوسف لسه لحد اللحظة دي حديث السوشيال ميديا، ورغم ان المهرجان خلص لكن إطلالاتها عاملة قلق، خصوصا الفستان ده لأن كتير وصفوه انه جريء جدا جدا. تاني فستان عامل ضجة كان لأسماء جلال، خصوصا مع انتشار صور ليها وهي بالحجاب، ودلوقتي الكل بيسأل التحول الرهيب ده حصل ازاي وامتى، خصوصا انها كانت محتشمة جدا جدا وما كانتش بتسمح اي حاجة تبان من جسمها، رغم انها كانت رايحة تعمل حوارات مع الفنانين بس عرفت انها تكون نجمة وترند رقم 1. المذيعة إنجي علي محدش توقع ابدا انها تلبس فستان بالجراءة دي، وطبعا هي تعرضت لانتقادات كتير جدا لكن ما همهاش كل ده وما ردتش على حد. رابع أجرأ فستان كان لنسرين طافش، ورغم انه معروف ان اطلالاتها وصورها جريئة جدا لكن الفستان ده عدى كل الحدود وكان مبالغ فيه. عندها